من انكسر بين يديه، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره. عشان كذا في حديث في الأثر قال الله عز وجل الأثر القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض. أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها، وهذا العبد معتصم بالله يا رب، إلا جعلت له بينها مخرجا. الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت، وهذا العبد ما جاء شيء. وعزتي وجلالي، تكملة الأثر: ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه. وراح للشيخ عادل ورسائل، والشيخ ما تردون، من تحولني عليه، وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير، وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء. الدليل الشاهد: هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله؟ أبدا. والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك. وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل. وخلني أنا أعيد مثال يعني تكلمت عنه كذا مرة يا شيخ، بس لابد نفهم المثال هذا. شيخ عادل، أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان إصبعي، وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنت بي والله ما أخيبك، وهي نملة. فجاءوا 40 نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة، وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود، إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك. والنملة هذول الحين متوعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك. هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون؟ والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصف. فعشان الله يختبر ولله المثل الأعلى إيمانك أنت، ما يخلي المصايب بعيد عنك ويذبها قبل لا يجيك الحزن، فتخلي النمل هذول يقربون وتشوف وين بتروح هذه النملة. أنت الآن هي صادقة، يا سلام، هي صادقة ولا لا؟ أما قضية قدرتك على هذه النمل 40 هذه أصلا ما تحتاج نقاش، لأنك أنت تقدر تضربهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت. الأمر عندك هين وهو علي هين، لله المثل الأعلى سبحانه. فعشان تختبر الآن إيمان هذه النملة خل هذول يقربون. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعلوا النار طفاها الله عز وجل، لا، أشعلوا النار يقربون، ثم مسكوا إبراهيم يقربون، إمام ما تزعزع، ثم ربطوه وكبلوه وضعوه في منجنيق ويشوف النار قدامه الآن، يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن، ألقي في النار. وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء على صورته عليه السلام 600 جناح، تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري جناح واحد يسد الأفق. تخيل يجيك واحد بهالعظمة وقال ألك من حاجة يا إبراهيم، تبغى بطرف جناح أطفيهم هم ونارهم؟ هو اجتث 7 قرى لقوم لوط، اجتثها فجعلنا عاليها بطرف جناح من 600، يعني مو ب 599 شاغرة، 599 وبعد، يعني طرف جناح اجتث 7 قرى، وفي رواية 14 قرية. فيقول له ألك من حاجة يا إبراهيم؟ القلب ما تعلق، أنا أعرف اللي خلقك. يعني أنت الآن عندك 600 جناح وكبير، أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله، أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها، أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوته، أنا ما أتعلق قلبي بأحد. عشان كذا قال أما منك فلا، أنا ما أبغى منك شيء، أنا أعرف واحد أقوى منك، لو قلت لك ساعدني وربي ما أراد. يعرف عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ويعرف هل يستويان مثلا، يعرف من يطلب، فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عز وجل أبدا. فقال أما منك فلا وأما من الله فنعم، حسبي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله، لكن حسبي الله ما لي الله، لا، حسبي الله ونعم. يقول والله أنه نعم ربي، أنا أعرف من المتوكل عليه. قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها من الذي يتكلم معه؟ آزر والد إبراهيم. أول ما رأى إبراهيم طلع بينها اللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء، وطلع منها إبراهيم ولا في شيء. قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك. إي والله ونعم. بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ليش تقولها كذا؟ تقدر يا شيخ عادل تقول أنا والله ما أعرف للملك عبد الله، بس والله ما أعرف له. لا تقول أعرف الملك عبد الله،
طيب ليش نقول ما عنده إلا الله؟ والله سبحانه وتعالى هذا قدر في قلوبنا. لأجل هذا يا شيخ هي القضية في قضية ثقتنا في من هو الله. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل القضية مثل قضية النمل، يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك. أنت فقير لهم ولا فقير لي؟ أنت فقير لمن؟ هذا التوحيد. لكن من هو يا شيخ اللي يقول الكلام هذا ويسويه؟ هي القضية هنا. ولا اليوم أقرأها والله في الجامعة أقول سبحان الله في سورة الكهف، يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال، يعني 13 أعمارهم سنة وطالعين. شوف أغنياء هم، أول ما طلعوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الحين لا مسكن ولا بيت ولا يدرون يروحون، ناس مطاردين يذبحونهم، ما في شيء يعني. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بيقطعوننا ولا بيصلبون، ما ندري، لكن والله طلعنا لك يا ربي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، أنت اللي وحدك سبحانك تقدر تهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآن يا شيخ هم وينهم؟ في الكهف. فسبحان الله أنت لو بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان، آخر مكان بتحطهم فيه الكهف. ليش؟ لأن ما له باب. يعني هذه مصيبة أصلا، يعني الكهف خطر. وشوف الله عظيم إذا أراد أنه ينجيك ما يجعلك في ظروف زينة، يجعلك في ظروف أسوأ الظروف في العالم عشان يثبت سبحانه جل جلاله، يطلع يعلمك أنت وثقت بمن. فأنت لو بتحمي ناس لازم تحطهم مكان لازم فيه باب، لازم. ليش؟ أقول لك ليش يا شيخ عادل حطيتهم؟ عشان يطمئنون، عشان يطمئنون، وبالذات عشان إذا ناموا ما حد يدخل عليهم وهم نايمين. الله عظيم يقول أنا بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينومون، واللي يقدر يجيهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فضربنا على آذانهم. شوف وإن مشكلة عندنا يا شيخ عادل أن نجي نقول يا رب مثلا أعطني هالقضية، أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى، ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها. يا أخي أنت ايش دخلك؟ طريقة هذه أنت طلبت أبغى هالأمر، ما هي شغلك، شغل الله عز وجل. يا سلام. القضية ما هي وهذا مشكلتنا الحين. يا أما ما توكلنا على الله، ولا قلنا بنتوكل على الله بس أن ما نبغاها كذا يا رب، نبغاها تصير كذا. أجل أنت يعني ما عدت فقير، أنت غني، أجل سوها أنت بنفسك كيفك. أي نعم. عشان كذا إيش معنى التوكل؟ التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح. أنا قاعد أسعى وأقدم الوظيفة وأسوي، لكن ما أنذل أحد. قدمت صح الوظيفة لك، قدمت معروضي عندك، لكن والله ما تعلقت فيك وأدري أنك مسكين أنت. إذا ما أمرك ربي ما بتمشيها. يعني 13 معروض يقدمون يقبل منها 2، والله أن 2 ذولي والله أن يوقع لك عقد ولا ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء والله. فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على آذانهم، يعني ما المفروض تقومهم أكثر، تقول لا تنومون وانتبهوا، خلوا واحد عندكم قايم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاي يعلمكم. لا، يقول الله نومكم كله، يعني جعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقولنا البشرية. وكيف يعني نايمين؟ على الأقل ما أحط لكم واحد الباب إذا جاء قومكم. لا، اللي حافظهم رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. مو قالوا فقاموا، احنا نقول الله يهدينا بس ما نسوي شيء، لا، هو لازم أن تسوي بعدين تقوم. الآن ايش اللي صار يا شيخ عادل؟ قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم، لما خلاص صح الافتقار لله عز وجل واستغنوا عن الناس كلهم وصح توحيدهم لله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. يا رب انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس بدأت يوم نشرت الرحمة. إن وين نشرت الرحمة في بيوتنا؟ من منا دعا في بيته يا رب انشر لي من رحمتك ولأهلي وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. فلما نشر في الكهف لن آخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجزاء يا شيخ. وترى الشمس، أنت لو تبغى تنور على ناس في الكهف بتجيب لمبة سراج. هذه الشمس. إيه، إذا افتقرت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولا كشاف. لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذات. صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها. لا إله إلا الله. الكهف هذا في الجبل له معية خاصة، في واحد أمرها تفعل الشيء. لا إله إلا هو.
قال الله عز وجل تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت رعاية خاصة تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله يتعلق قلبك برب العالمين فقط فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ضايع يدور مرشدين من الفقراء ذولي. ما حد قال لك لا تشاور ولا تستخير، لكن قلبك وين؟ وكل واحد يعرف نفسه. يعني قلبك هو اول ما تجيك مصيبه يا شيخ عادل وين تروح؟ اول ما تجيك جاك خبر الان في مشكله في حادث من اول واحد الواجب لله عز وجل. ايوه، لكن هل هذا هو الواقع؟ لا. لاجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر بس شيخ عبد الحسين والقصص كثير، بس اتوقع نحن مبالغين في هذا الكلام. نقول الان للمشاهدين نحن نعلقهم بالله عز وجل. اذا جتكم مشكله جتكم مصيبه، حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي، هل المريض المقعد احسن مني حال وانا صحيح معافى متعلق بالمخلوقين او بالناس؟ يعني حينما اشاهد المقعد اقول الله يعينه مسكين، يقلبونه يمين يرجعونه يسار، لكن هل هو احسن مني حالا وانا صحيح المعافى؟ احسن منك في ايش؟ هذا السؤال نجاوب من القرآن. في قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل واغنى فقير حقيقي ان صح التعبير. هنا يا شيخ يختلف، القضيه مو قضيه اجساد وعيقه واجساد تحرك، القضيه قضيه قلبك هذا وينه. يعني قد تكون مقعد، القضيه عشان كذا الله سبحانه لا ينظر لي الشكل اجسادكم ولا صوركم ولا يمكن لك تحرك واحد، لكن عند الله قلبك ضعيف ايمان، ولكن ينظر الى قلوبكم. ينظر اذا جتك المصيبه تتعلق بمن؟ ينظر الله عز وجل وانت تدعي قلبك وينه؟ ادعي الله وانا قلبي متعلق مثل ما جاء في الاثر الاسرائيلي، وعقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لما راى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله فقال يا ربي لو ان هذا يدعوني لاعطيته، يا ربي وانت رب العالمين اعظم، يعني ما في اكرم منك، يا ربي هذا رجل يدعوك يعني وقت طويل وما اعطيته. قال الله عز وجل اوحى الى موسى يا موسى انك لا تدري انه يدعوني وقلبه مع غيري. يدعيني ويقول يا رب وقلبه بس، هل ابو عبد الله بيوقع لي القرار الترقيه ولا لا؟ عرفت علي شيخنا؟ فهنا هذه القضيه، عشان كذا احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يقول والله لا اخليك مثل ما جتها النمله وخليت النمل يقربون من عندها لين تنافضت، في ناس لا هادي. عشان كذا هذا اجل مع الاسف شيخ محسن، وصراحه يا اخوان كلنا فاشلين يا جماعه الشهوات. عشان كذا الله عز وجل مو كلنا، في الجمله احسنت، لان الله عز وجل يقول اكثر الناس. اذا كان هذه مصائب وغصب علينا ورحنا للناس، ايش يقول في الشهوات اللي بين ايدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه الا الله عز وجل؟ عشان كذا هذا يحتاج الى قلب. عشان كذا حبيبي هو القضيه قضيه ترجع لاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لاجل هذا حبيبي الغالي الان من اللي خايف؟ اصحاب الكهف ولا اللي يلحقونهم؟ اللي يلحقونهم. وجهه نظري في اذا كان هناك يعني نتيجه. صح. شوف الله كيف يقدر يقلب الامور كلها، قال لو اطلعت عليهم. شفت كيف؟ من اللي خايف الحين؟ شوف يعني انت لا تتصور بعقلك الصغير نتائج هذا عقل وقدره الله. اي نعم، هذا العقل الصغير الفقير للناس، اما الفقير لله عز وجل يعلم انك ما في يدك شيء، الامر كله لله عز وجل، ما عندك. عشان كذا الناس الان اصحاب الكهف خايفين، بس تعلقوا بمن؟ بواحد، تعلقوا بالله عز وجل فنومهم. خطير الوضع هذا، نايمين يعني سهل تقبض عليهم، وحطهم في كهف ما في باب سهل تقبض عليهم، وخلى اللي يقرب من عندهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت، وفي قراءة لملئت منهم رعبا. فالله قادر يخليك اللي أنت خايف منهم يخافون منك، لكن أنت وين تعلقت فيه؟ تعلقت ببشر شكواك بتطول وقضيتك بتطول، والله ما بتحصل.